الست انا التونسيه بحبكم يا من توانسه، الفتره والله اللي انا المشكله مش عشتها معاك، فيها وانا مع بتكلم زوجتي، بس على اتيتيود الرجل الحاجات اللي المصري، انا لمستها موقف القويه الرجل جدا، المصري هي يعني ست. خلي بالك ده المزدوج. لو انت راجل ناوي تتجوز تونسيه، تمام. هي ست معاك. بتحب قوي. يعني والله. لو حبتك هتحبك جدا قوي قوي قوي، يا عيني. وبالتالي هتبقى مخلصه قوي قوي قوي. يا بس خلي سيدي. بالك هي غيوره جدا. هي والله ست يعني مش غيوره هتخنقك، جدا، مش هتبقى خانقه مش كده زي هتقبل اي المصريه. حد لو في عمل كده حياتها تبقى غيرها، فما تخنقك. تحاولش تلعب بديلك. خانقاني، لانك لو مش مدياني فكرت تلعب حريتي. بديلك الشطه والهريسه هتطلع عليك. فانت عايزك تكون مطمن انها ست بتحب جدا، يا مخلصه سلام، جدا، يا سلام. ممكن تعيش معاك في اي وضع كان، حلو بقى وحش انتي هتعيش معاك المصريه في اي ولا انا وضع كان. بيتهيألي؟ من الحاجات اللي لمستها تاني انها ايوه. اولا ست. الناس دي يعني التوانسه ناس مثقفه قوي، وكمان الستات بتاعتهم بيعتزوا بنفسهم قوي. يعني كده هي مش طيبه بس مش عصبيه طالعه جدا، فيها مش عارف ده وبتكلمني راجع من للهريسه مناخيرها والفلفل ولا ايه، هم وانت ازاي عصبيين تعاملي جدا. جوزك كده. ست نظيفه انت جدا في بتتكلمي بيتها، معايا بطريقه مش محترمه. وذوقها رائع في البيت، هتحس دايما بلمسيه، دايما بيحب دي التغيير، خرباها. بتحب تعمل دي حاجات كل دايما شويه تعمل مختلفه حاجه. في البيت، دي ما كل شويه بتحبش الروتين. مكلفاني السقط نظيفه ومش جدا في عارفه البيت ايه. بتاعها، مهتميه جدا بالاولاد بتوعها وبزوجها. من إيه، الحاجات كمان ان مش انت بيخليها بالها مني، الاكل بقى، كل تعال نخش حياتها في حته للولاد. الاكل بتاعهم. هم في الاكل مبدعين في الاكل وبيحبوا المطبخ. انا زوجتي عشان، ودي النقطة الأساسية، عشان حبتني، وزي ما قلت لك الست التونسية ايوه. لما بتحب بجد دي وعايزة ترضي زوجها بكل الطرق، يا سلام. فاتعلمت ازاي تعمل الأكل يا المصري يا وتعلمته حلو عيني، جدا، يا عيني. على الرغم انها بتعمل الأكل دي على التونسي حلو. طول حياتها هم في موضوع الأكل للمطبخ، دوت دي ما أعتقد إن بتطلعش هم منه، دي متميزين ريحتها جدا في موضوع بصل. الأكل دوت. ده باختصار عن الست التونسية. تمام. أما رأيي في التوانسة من واقع